الراجل بيتبرمج باللاوعي نفسيًا على الحاجات دي. مثلًا إيه، إن أنتِ تتصلي كل يوم، كل يوم في وقت معين، بس لازم تتصلي، ما ينفعش يوم يعدّي ما تتصليش فيه وتسألي عليه، مش عشان طلبات ولا عشان أي حاجة، تتصلي عشان تسألي عليه، ألو سلام عليكم، إزيك طمني عليك، مش لازم إن أنا أقعد أتكلم كتير، حتى لو هو كان مشغول، حتى لو ما هو ما اداكيش اهتمام، حتى لو هو ما لقيتيش منه أي استجابة أو كان عبّر لِك حتى عن مشاعره إنه فرحان بكده، ما تستنيش أي مقابل ولا أي مشاعر، أنتِ بتعملي كده من باب التعويد على ده. وقت ما صدقيني وقت ما أنتِ تبطّلي تعملي ده، اليوم اللي هتبطّلي فيه هيقعد يفكّر ويقلق، لإن خلاص عقله اللاواعي اتبرمج على ده. الحاجات التانية برضُك اللي تعمليها إن أول ما يدخل من الباب تجري عليه وتسلّمي عليه، سواء أنتِ متخانقة معاه أو لأ، تجري وتسلّمي عليه، النقطة دي مهمة أوي، 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 لإن وقت ما بيحصل خلاف وكل واحد بياخد جنب لوحده، كون إن أنتِ تبقي واقفة وعايزة تسلّمي عليه حتى لو أنتِ زعلانة أو هو زعلان، اللقاء ده ممكن يكون سبب في صلح ما بينكم، بدون أي جهد منِّك إنِّك تصالحيه أو جهد منه إنه يصالحِك، سلام عليه وهو خارج وهو داخل، ولو أنتِ زعلانة منه طريقة سلامِك بتبقى بتسلمي بس إيه هيحس وقتها وأنتِ بتسلمي إنِّك زعلانة، وطريقة سلامِك برضُك تبقى مختلفة، لكن ما ينفعش تمنعي وتوقّفي عملية إن أنتِ تسلمي عليه. ماشي وهو في الأول لسه ما اتعودش على الأسلوب ده، قولي له استنى طيب إيه نسيت تسلم عليَّ ونسيت إن أنت نسينا نسلم على بعض، جه في يوم من الأيام مشي برضه وهو اللي كان باله مشغول أو حصل أي حاجة منه وهو ماشي واخد بعضه بدون ما يعمل كده، لأنه بعد مع مرور الوقت هيتحول لروتين، لكن صدقيني حتى لو اتحول لروتين وبقى شيء أنتِ مش لامساه، هييجي في وقت وهتحسي بقيمته. ده يا إما تكونوا قريبين لبعض أوي، يا إما تكونوا متخاصمين وزعلانين من بعض أوي، هيفرق معاكِ حتى لو اتحول لروتين. تالتة من ضمن الحاجات بتاعة قاعدة الاهتمام إن أنتِ إيديكِ دايمًا تستعمليها في الاهتمام، إن أنتِ مثلًا تطبطبي دايمًا عليه، إيدِك دايمًا شغالة مع دماغِك، تتكلمي تطبطبي عليه، إيديكِ تلمس دايمًا جسمه، إيديكِ وهو قاعد بتلعبي في شعره. عوّديه من الأول علشان دي تبقى قاعدة أساسية، مش تيجي في نُص الطريق تحاولي تعملي الحاجات دي فيحس إن هي حاجات غريبة أو إن أنتِ ليه اتغيّرتِ، وممكن يكون مثلًا بيبُص لواحدة تانية برّه عشان كده هي اتغيّرت، لأ القواعد الأساسية دي نبتديها من الأول. إحنا اتفقنا إن الإيد بتاعتِك لازم تستخدميها مصدر للتعبير عن الحنيّة، بكل الوسائل بقى ابتكري وابدعي وشوفي أنتِ تقدري تستخدميها في إيه. كمان لسانِك على طول بيتكلم كلام فيه حب وفيه رومانسية، ممكن ما تستنيش منه أي مقابل لأي كلمة بتقوليها أو أي فعل بتعمليه، أنتِ بتنشئي زي ما اتفقنا قاعدة أساسية بتمشي عليها، ما تستنيش أي مقابل، في يوم من الأيام حتى لو هو مش مقدّر ده ومش حاسس بقيمته، هيحس بقيمته، هيحس بالفرق وهيفتكر دايمًا قد إيه أنتِ كنتِ بتعملي علشانه كل الحاجات دي. القاعدة الأساسية رقم 7 في سنة أولى جواز، وهو إن أنتِ لمّا تحتاجي حاجة تطلبيها، ما تقوليش بقى أصل أنت لو كنت بتحبني كنت عملت ده لوحدك وكنت فهمت أنا عايزة إيه، كنت بتحبني كنت عملت كذا، كده ما فيش حاجة اسمها إن أنتِ تتقمصي وتزعلي لوحدِك كده وهو مش فاهم أنتِ عايزة إيه، الراجل دماغه غير الست خالص، الراجل بيحب تبقي مباشرة كده على طول. كذا يبقى كذا، وما تقوليلهوش عايزة حاجة تكون يعني تحتها حاجات كتير، يعني مثلًا عايزة منّك اهتمام، طب ما هو ممكن يكون من وجهة نظره إنه مهتم بيكِ، بس هو مش عارف إزاي الطريقة، فأنتِ اختصري خليكِ مباشرة، عرّفيه أنتِ عايزة إيه بالضبط في الاهتمام، يعني أنتِ عايزاه مثلًا يتكلم معاكِ شوية، تعالَ نقعد مع بعض شوية نتكلم، والله أنت وحشني من زمان ما حاسة إن أنا مفتقداك. من المشاكل اللي بتحصل في البيوت بسبب إن الست ما بتعرفش توصّل رسالتها صح، والراجل ما بيستقبلش الرسالة زي الست. منه طبطبة وحنيّة قولي له طبطب عليَّ، أنا محتاجة منّك إنّك تطبطب عليَّ، أنا محتاجة إن أنا أحس بالأمان لمّا تطبطب عليَّ، عايزة فلوس قولي له أنا محتاجة فلوس عشان أعمل كذا وكذا وكذا، ما تقعديش بقى تلفي وتدوري أصل كذا، أصل كذا. الله يخليكم قصة العشم الزايد في الجواز ده لأنكم هتصدموا، فبلاش إن إحنا نقعد نتعشم أصل لو كان كذا كان هيفهم لوحده، أصل هو المفروض يفهمني لوحده، ما دام بيحبني لازم يعرف أنا عايزة إيه. من طبع الراجل وعقليته إنه بيحتاج إنِّك تقعدي تكرّري الحاجة أكتر من مرّة عشان ينفّذها مش من أول مرّة، فما تتصدميش بقى إن هو إيه متجاهل والكلام ده، لإن إحنا مش زيّنا إحنا قاعدين مركّزين في كل حاجة، لأ التفاصيل الصغيّرة دي هو ما بيركّزش فيها زيّنا، أنتِ محتاجة إنِّك تعيدي الحاجة مرّة و2 وتعيديها بطريقة ما فيهاش زن ولا فيها نكد، جيب لي الحاجة دي معاك ده أول مرّة، تاني مرّة أنت نسيت على فكرة صحيح أنت نسيت شكل في حاجة نسّتك إنّك تجيب الحاجة دي. بقى كل شوية تقولي له مش أنا قُلت لك تعمل الحاجة دي، وأنا لازم أقعد أقول لك الحاجة كذا مرّة، وأنا لازم أعيد كذا مرّة، خلاص أنتِ تفهمي إن ده طبع في الراجل، وإن هو بيحتاج إن أنتِ تقعدي تفكّريه كذا مرّة مش مرّة واحدة بس.
الأساسية رقم 8 هو إن أنتِ تبقي داخلة ومتجوزة وعارفة إن الراجل مش بيعتبر الست هي كل حياته، عشان فترة الخطوبة غير فترة الجواز، ما بيعتبرش الست هي كل حاجة في حياته، الراجل من طبعه إن عنده حاجات كتيرة في حياته بتشغله، وعنده اهتمامات كتيرة جدًا، وأنتِ جزء من هذا الكيان اللي أنتِ فاكراه إن أنتِ المفروض تبقي كل حياته وكل كيانه. كده، ما تقعديش بقى مركّزة وتخلّي الراجل هو محور كل حاجة في حياتِك، عمل كذا، لأ ما عملش كذا، وتخلّيه الاهتمام كلّه تاخديه منّه، خلّي عندِك مصادر تانية لحياتِك، خلّي عندِك اهتمامات في حياتِك، بحيث إن التركيز بتاعِك و والعواطف بتاعتِك، لإن الست بتبقى عندها مشاعر جيّاشة جدًا، تبقى متوزّعة طول الوقت على حاجات كتيرة بتعمليها في حياتِك، فما تحصلش مشاكل. شوفي من الأول أنتِ بتحبي إيه، وإيه الاهتمامات، وإيه روتين حياتِك، وإيه بتحبيه واعمليه، مش تقعدي تقولي أنت سايبني لوحدي وأنا طول اليوم قاعدة لوحدي، لأ، شوفي حاجة بتحبيها وحطي كل تركيزِك فيها، وقت ما هو يرجع خلاص تمام، أنتِ برضُك حاولي إن أنتِ تهتمي بالوقت اللي هو رجع فيه وتخلّيه هو ده بقى الوقت بتاعه، لكن طول ما هو برّه وغايب يبقى تركيزِك كلّه مُشتّت في حاجات تانية كتيرة، عشان البنت أول سَنة جواز بتبقى بتتصدم في حاجات تانية كتير وبتبقى متعشمة كتير وفاكرة الدنيا غلط. قاعدة رقم 9 وهي قاعدة الأسرار، إنِّك تعوّدي جوزِك كده إن ما فيش سر بيننا يطلع برّه، طب هيكون ده إزاي؟ ما هو طبعًا هو بيتكلم مثلًا مع حد من أهله على طول بيقول كل حاجة برّه البيت لأهله لأصحابه لكده، اكتشفتِ ده وعرفتِ إن ده طبع فيه، خلاص تعاملي بقى معاه، وبدون ما تسببي مشاكل، يعني مثلًا إيه، حصلت مشكلة أو حصلت حاجة، والله يا حبيبي أنا كنت مخنوقة أوي بس أنا باجي ما باقدرش أتكلم مع أي حد غيرك أنت، لإن أنا ما أقدرش أبدًا إن أنا أقول حاجة لأهلي أو لصحابي، إن أنا صحيح متضايقة منك بس هاشتكي منك ليك. دايمًا بكده وحطيها قاعدة أساسية، دايمًا قولي الجملة دي وفكّريه بيها علشان دايمًا هو كمان يتعوّد إنه يعمل زيِّك. القاعدة رقم 10 في أساسيات سنة أولى جواز وهو إنِّك تعوّديه على المشاركة، كل حاجة بتعمليها حتى لو صغيرة أو كبيرة قولي له رأيه خدي رأيه فيها، اشركيه معاكِ في الكلام، وادخلي برضُك معاه في الحاجات اللي هو بيعملها، حتى لو كانت الحاجات دي مش من هواياتِك أو حاجات مش بتحبيها، يعني مثلًا هو بيحب يتفرّج على الكورة وأنتِ مش بتحبي، على الأقل اقعدي معاه ممكن تحاولي إن أنتِ تشاركي ببعض آرائِك، بحيث إنه يتعوّد على وجودِك أثناء ما هو بيتفرّج مثلًا على الكورة، وهو بيتفرّج على التليفون وأنا عارفة الرجالة معظمها بتحب إن هي تقعد على التليفون حاولي إن أنتِ تقعدي معاه مثلًا تشاركيه في الحاجات اللي بيتفرّج عليها، في الحاجات اللي بيعملها، استقطعي وقت كده من وقتِك في إن أنتِ تقعدي معاه وتتكلّمي معاه عن الحاجات اللي بيشوفها على النت، خصوصًا بقى كمان لو هو من النوع الزوج الصامت اللي ما بيتكلّمش كتير ويحب إن هو يسمع كتير، فأنتِ دَوّري على الحاجات اللي هو بيعملها واقحمي نَفْسِك فيها وخُدي رأيه في الحاجات اللي أنتِ كمان بتعمليها، مثلًا هو ما بيقولكيش حاجة على الأكل مثلًا اللي أنتِ بتعمليه، اطلبي منه قولي له إيه رأيك في كذا، إيه رأيك في كذا، واحدة في واحدة هيتعود إنه يقول رأيه مثلًا في الحاجات اللي أنتِ بتعمليها. رقم 11 وهو إن أنتِ تركّزي على الإيجابيات، أي حاجة الراجل بيعملها حلوة اعملي منها يعني حاجة كبيرة كده كأن هو جاب لِك حتّة من السما، علشان خاطر إيه، تثبّتي أوي الحاجة اللي عملها، لإن الراجل أوي بيحب طريقة إن الست يعني تعترف من باب الاعتراف بالجميل يعني مش الجميل بقى، من باب الاعتراف والتقدير لمجهوده، فتحب أوي ويحب أوي إن الست تبيّن إعجابها دايمًا المستمر بصفاته، برجولته، بالحاجات الحلوة اللي بيعملها. كل ده علشان إيه، علشان خاطر إن إحنا نوصل إن إحنا نثبّت الحاجات اللي بيعملها دي ونخلّيها عادة وطبع جوّاه، بدري بس في يوم، يا سلام الدنيا ما تبقاش سايعاكِ، لو جه 5 دقايق حتى، يعني شكّري فيه إن بطريقة الشكر إن أنتِ بتشكريه على إن هو جه بدري وأنتِ مبسوطة وقد إيه حاسة بوجوده وفرحانة بقى وعاملة يعني متبحرة طحينة إن هو جه بدري 5 دقايق والّا 10 دقايق، شوفي بقى اليوم اللي بعده هييجي لِك إمتى. لو جاب لِك حاجة وهو جاي من برّه، حتى لو كانت المفروض إن هو يجيبها، يا سلام! اقعدي من هنا لبكرة اشكريه وادعي له وقولي له كلام يعني فيه إعجاب بقى يعني شوفي بقى كل يوم هيبقى داخل ماسك في إيده إيه وهو جاي، حتى لو أنتِ ما طلبتيش. تخلّي الراجل خاتم في صباعِك ده يعني إحنا مش المفروض إن إحنا نقول الجملة دي، لإن ما فيش حد يعني بنفصّله على مقاسنا يعني أو نخلّيه على قدّنا، كل واحد بيبقى له يعني تفصيلة كده معيّنة الطرف التاني المفروض يقبلها، بس إحنا بنحاول إن إحنا على قد ما إحنا بنقبل الشخص زي ما هو كده بكل عيوبه ومميزاته، بنحاول إن إحنا نغيّر، ولو الحاجة دي ما اتغيّرتش برضُك إحنا قابلين الشخص، بنحاول إن إحنا نغيّر في السلوك، مش بنغيّر في الشخص، بنغيّر في سلوك الشخص. إحنا بنعمل تعديل سلوك، وده موجود عندنا فعلًا في الطب النفسي وعلم النفس بيدرسوا تعديل سلوك، فإحنا هنا بنعمل تعديل سلوك بس إيه على قدنا كده، أي حاجة يعملها الزوج إيجابية يا سلام، بنشكّر فيه وبنمدح فيه.
بقى أسلوب إن إحنا نقعد نلوم ونعاتب على كل غلطة بيعملها دي بقى، وأنت فيك كذا وأنت دايمًا كذا وأنت نبطّل تمامًا، نقطع تمامًا كده ونوقّف، أنت دايمًا ما بتهتمش بيّا، أنت دايمًا بتيجي متأخّر، كل الحاجات دي وقّفيها تمامًا، الحاجة اللي يعملها حلوة اشكري